مساء الخير يا جماعة. أنا أحمد ضياء الدين، وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. في أفلام لما بتتفرج عليها بتحس إنك مخنوق، قلبك بيضرب وكل شوية تبص وراك. بس لما تعرف إن اللي أنت شفته ده حصل بجد، ساعتها الرعب بيبقى حقيقي وبيسكن فيك. يعني إيه؟ يعني المخرج مش بيخترع والمؤلف مش بيألف، لا، ده بينقلك كابوس واحد عاشه بكل تفاصيله، بكل صرخاته، بكل لحظات اليأس اللي مر بيها. الكاميرا هنا مش بتصور ممثل، دي بتوريك وجع حقيقي لناس زينة وزيك دخلوا مكان غلط في وقت غلط، أو يمكن المكان هو اللي اختارهم. النهاردة يا حضرات، أنا مش جاي أحكي لكم حواديت قبل النوم، أنا جاي أفتح معاكم ملفات مرعبة، ملفات كانت مقفولة ومتربة. السينما قررت إنها تطلعها للنور. هنتكلم عن 10 أفلام رعب، كل فيلم فيهم بيقول لك مأخوذ عن قصة حقيقية، بس الحقيقة اللي ورا الأفلام دي أبشع بكتير من اللي الشاشة قدرت تعرضه. قصص عن بيوت مسكونة بجد، دمي ملعونة لحد النهاردة، صناديق لو لمستها حياتك بتنتهي، وجلسات طرد أرواح انتهت بالموت. جهزوا نفسكم، لأن اللي هتسمعوه النهاردة هيخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تطفي النور. الحكاية مش مجرد فيلم رعب بتشوفه وتنساه تاني يوم، لا، الحكاية إن الأماكن دي لسه موجودة، والأشياء دي لسه بتتنفس شر، والقصص دي أصحابها دفعوا تمنها من حياتهم وروحهم. حكايتنا النهاردة عن كوابيس ناس عاشوها بجد، وكل فيلم وراه قصة أبشع من الخيال. هنبتدي رحلتنا المرعبة دي سوا، وهنشوف إزاي الواقع ممكن يكون أقسى وأخوف مليون مرة من أي خيال ممكن تتصوره. يلا بينا نبتدي الحكاية. نبتدي بأول فيلم ويمكن أشهرهم، The Conjuring. في بيوت يا جماعة لما بتدخلها بتحس إن جدرانها بتهمسلك، بتقولك أخرج، لكن عيلة بيرون مسمعتش الهمس ده. القصة بتبدأ لما عيلة من أب وأم و5 بنات بينتقلوا لبيت أحلامهم في رود آيلاند. بيت كبير وجميل، بس من أول ليلة الأحلام اتحولت لكوابيس. الأبواب بتتقفل لوحدها، البرد بيسكن في أوضة معينة، والبنات بيبدأوا يشوفوا حاجات مش موجودة. الموضوع بيتطور بسرعة من مجرد أصوات غريبة لأذى جسدي مباشر، خصوصاً للأم كارولين اللي كأن البيت كله بيعاديها وبيحاول يمتلكها. الحقيقة بقى أبشع من كده بكتير. القصة دي مش خيال مخرج، دي قصة حقيقية وموثقة بالصوت والصورة في ملفات أشهر محققين في الظواهر الخارقة، إد ولورين وارن. البيت ده كان ملك لواحدة اسمها باتشيبا شيرمان في القرن ال19، وكانت متهمة بالسحر وقتل طفل رضيع كقربان للشيطان. بيقولوا إنها شنقت نفسها على شجرة في أرض البيت، ولعنت أي حد يفكر يسكن فيه بعدها. عيلة بيرون عاشت الرعب ده 9 سنين كاملة، وجلسة طرد الأرواح اللي شفناها في الفيلم حصلت، بس في الحقيقة فشلت. الأب طرد إد ولورين وارن من البيت لما شاف حالة مراته بتسوق قدامه، وفضلوا عايشين مع الكيان ده لحد ما قدروا يجمعوا فلوس ويمشوا. البيت لسه موجود لحد النهاردة، ومحدش بيقدر يعيش فيه. في دم شكلها بريء، بتشتريها عشان تفرح بيها حد بتحبه، بس في دم تانية هي اللي بتشتريهم. فيلم أنابيل بيحكي عن جون، الزوج اللي قرر يجيب لمراته الحامل 100 هدية، دمية بورسلين نادرة، عشان تكمل بيها مجموعتها. من الليلة اللي الدمية دي دخلت فيها البيت، وحياتهم اتقلبت لجحيم. البيت بيتهاجم من عبدة شياطين، وروح شريرة بتسكن الدمية وبتبدأ تطارد مايا وابنها اللي لسه مولود. الدمية اللي كانت المفروض تبقى مصدر بهجة، بقت هي مصدر الرعب والشر اللي بيهدد يفرقهم ويدمر حياتهم للأبد. لكن القصة الحقيقية مرعبة أكتر. أنابيل الحقيقية مش دمية بورسلين، دي دمية قماش عادية اسمها راجيدي آن. في سنة 1970 اشترتها لبنتها الممرضة دونا وزميلتها في السكن لاحظوا إن الدمية بتتحرك لوحدها بتغير مكانها، وبتسيب لهم رسائل مكتوبة على ورق برشمان بتقول ساعدونا.
لما جابوا وسيطة روحانية قالت لهم إن روح الطفلة اسمها أنابيل هايجنز ساكنة الدمية، لكن لما لورين وارن تدخلوا اكتشفوا الحقيقة المروعة. مفيش طفلة ولا حاجة، اللي ساكن الدمية كيان شيطاني بيتحايل عليهم عشان يوصل لجسد دونا. الدمية دي موجودة لحد النهاردة في متحف وارن للغيبيات، مقفول عليها في صندوق زجاجي ومكتوب عليه تحذير: لا تفتح. وكل اللي حاول يستهزأ بيها أو يتحدها نهايته كانت مأساوية. تخيل تسمع أصوات بتتكلم بلغات عمرك ما درستها وتلاقي نفسك بتعمل حاجات مرعبة جسمك مش مسيطر عليها. ده اللي حصل مع إيميلي روز، طالبة الجامعة المتفوقة اللي حياتها اتقلبت رأساً على عقب. الفيلم بيحكي لنا قصتها من خلال محاكمة القس اللي اتهم بقتلها بسبب الإهمال خلال جلسات طرد الأرواح. بنشوف من خلال الفلاش باك ازاي إيميلي بدأت تشوف هلاوس مرعبة، جسمها بيتلوى بطرق مستحيلة، وبدأت ترفض الأكل والشرب وتهاجم اللي حواليها. القصة بتخليك في حيرة، هل هي كانت مريضة نفسياً وعقلياً، ولا فعلاً كان في كيان شيطاني مسيطر عليها؟ الحقيقة هنا بتخلي الدم يتجمد في العروق. إيميلي روز هي في الواقع فتاة ألمانية اسمها أناليس ميشيل. قصتها حصلت في السبعينات، وكانت شابة طبيعية ومتدينة جدا. بعد ما عانت من نوبات صرع وهلاوس، عائلتها لجأت للكنيسة اللي وافقت على عمل جلسات طرد أرواح بعد ما فشل الطب في تشخيص حالتها. على مدار 10 شهور، أناليس خضعت ل67 جلسة طرد أرواح، متسجل منهم 42 شريط صوتي. في التسجيلات دي بتسمع أصوات مش بشرية بتتكلم من حنجرتها، بتقول إنها 6 شياطين منهم قابيل ونيرون وهتلر. أناليس ماتت في النهاية بسبب الجفاف وسوء التغذية، ووزنها كان 30 كيلو بس. أهلها والقساوسة اتحاكموا بتهمة القتل الخطأ. التسجيلات دي موجودة على الإنترنت لحد النهاردة، بس أنا محذرك لو سمعتها مش هتنام. إيه اللي ممكن تعمله عشان تنقذ ابنك المريض بالسرطان؟ أي حاجة. ده كان منطق عيلة كامبل في الفيلم. لما ابنهم مات بيحتاج علاج في مستشفى بعيدة، بيقرروا يأجروا بيت قريب من المستشفى عشان يوفروا عليه مشقة السفر. البيت كان سعره لقطة، كبير وجميل. بس طبعاً كان فيه سر. بيكتشفوا إن البيت ده كان في الماضي دار جنازات، وإن القبو كان عبارة عن مشرحة كاملة فيها كل أدوات تحنيط وتشريح الموتي. مات اللي صحته أصلاً متدهورة بيبدأ يشوف هلاوس مرعبة لأرواح معذبة وجثث مشوهة، والبيت كله بيبدأ يهاجمهم. القصة الحقيقية لعائلة سنيدكر يمكن تكون أغرب. في سنة 1986 كارمن آلين سنيدكر وعائلتها انتقلوا لبيت في سوثينغتون، كونيتيكت، عشان يكونوا جنب مركز علاج ابنهم. اكتشفوا فعلاً إن القبو كان مشرحة، وإن أدوات الدفن والتشريح لسه موجودة هناك. ابنهم بدأ يتكلم عن رؤى لأرواح شريرة، وشخصياتهم كلهم بدأت تتغير للأسوأ. لما جابوا المحققين لورين وارن، اكتشفوا إن اللي كانوا بيشتغلوا في المشرحة دي كانوا بيمارسوا طقوس استحضار الأرواح والسحر الأسود على الجثث. البيت كان حرفياً بوابة مفتوحة للجحيم. العيلة هربت من البيت بعد 2 من الرعب المتواصل، والبيت تم تنظيفه روحانياً بعدها. لكن يا ترى الشر بيختفي بجد؟ في ألعاب مينفعش نلعبها، ولوح الويجا هو أخطر لعبة فيهم. الفيلم الإسباني المرعب فيرونيكا بيحكي قصة بنت مراهقة اسمها فيرونيكا بتتحمل مسؤولية إخواتها الصغيرين بعد وفاة أبوها. في يوم كسوف للشمس بتقرر هي وصحابها في المدرسة إنهم يستخدموا لوح ويجا في أبو المدرسة عشان تحاول تتواصل مع روح والدها، لكن اللي حضر مكنش والدها. فيرونيكا بتفتح بوابة لكيان شيطاني مظلم بيرجع معاها البيت، وبيبدأ يطاردها هي وإخواتها الصغيرين بأبشع الطرق، وبيحول حياتهم الهادية لكابوس ملوش نهاية. الفيلم ده بيوصفوه إنه واحد من أرعب الأفلام في السنين الأخيرة.
والسبب إن قصته حقيقية وموثقة في تقرير شرطة رسمي. القصة الحقيقية حصلت في مدريد سنة 1991 لبنت اسمها استيفانيا غوتيريز لازارو. استيفانيا استخدمت لوح الويجا مع صحابها عشان تتواصل مع روح صديق ليهم مات في حادثة موتوسيكل. فجأة الكوباية اللي كانوا بيستخدموها سخنت وانفجرت، وطلع منها دخان أسود دخل في أنف وفم استيفانيا. من اليوم ده ولمدة 6 شهور البنت عانت من نوبات تشنج وهلاوس، كانت بتشوف ظلال ماشية في البيت، وفي يوم ماتت في ظروف غامضة في المستشفى. الرعب منتهش هنا. أهلها قالوا إن بعد موتها الظواهر المرعبة في البيت زادت لدرجة إن صورة استيفانيا ولعت لوحدها قدام عينيهم. دي الحالة الوحيدة في تاريخ إسبانيا اللي الشرطة كتبت في تقريرها الرسمي إنها ظواهر خارقة للطبيعة. كلنا بنحب نشتري حاجات قديمة وأنتيكات، بس لازم تفكر 1000 مرة قبل ما تشتري صندوق خشب قديم من جراج سيل. ده الدرس اللي بنتعلمه من فيلم The Possession. القصة عن بنت صغيرة اسمها إيميلي، بتلاقي صندوق خشب قديم منقوش عليه حروف عبرية وبتتشد ليه بشكل غريب. أهلها بيشتروه ليها، ومن لحظة ما بتفتحه شخصيتها بتبدأ تتغير. بتتعلق بالصندوق بشكل مرعب، بتكلمه، وبتبقى عنيفة مع أي حد يحاول يقرب منه. الأب يكتشف إن الصندوق ده مش مجرد صندوق، ده صندوق ديبوك، وفي الفلكلور اليهودي ده صندوق بيستخدم لحبس روح شريرة ومنعها من أذية الناس. والمشكلة إن ببنتهم فتحته. القصة دي مستوحاة من قصة حقيقية لصندوق اسمه صندوق ديبوك أو The Dybbuk Box. الصندوق ده ظهر لأول مرة على موقع إيباي سنة 2003. الراجل اللي كان بيبيعه حكى قصته المرعبة معاه. هو اشتراه من مزاد لواحدة ست من الناجين من الهولوكوست. أول ما جابوا البيت بدأت تحصل حاجات غريبة، كوابيس متكررة لكل اللي في البيت، ريحة ياسمين وبر قطط بتظهر فجأة. كل اللي امتلك الصندوق ده بعده حكي عن نفس الظواهر المرعبة، مشاكل صحية، كوابيس، ورؤية شخصيات ضبابية. آخر واحد امتلكه مدير متحف اسمه جايسون هاكستون، أصيب بمرض جلدي غريب وبدأ يسعى الدم. قرر في النهاية إنه يخبيه في مكان سري عشان محدش يتأذي منه تاني. الصندوق ده حقيقي ولعنته حقيقية. الشرطة بتتعامل مع كل أنواع الجرائم، بس إيه اللي يحصل لما الجرائم دي تكون مش من عالمنا؟ الفيلم ده بيحكي قصة رالف سارتشي، ضابط شرطة في نيويورك بيشوف كل يوم أسوأ ما في البشر، بس بيبدأ يحقق في سلسلة جرائم غريبة وعنيفة بشكل لا يصدق، كلها مرتبطة ببعضها. بيساعدوا في التحقيق غريب الأطوار، بيقنعوا إن اللي بيواجهوه ده مش مجرد مجرمين، ده شر قديم، شر شيطاني بيتلبس الناس وبيخليهم يرتكبوا فظائع. الضابط سارتشي المتشكك بيلاقي نفسه مضطر يواجه إيمانه ويخوض حرب ضد كيانات من عالم تاني عشان يحمي عائلته والمدينة. المرعب في القصة دي إنها قصة حياة ضابط حقيقي. رالف سارتشي كان ضابط شرطة في الدايرة 46 في حي البرونكس، واحد من أخطر أحياء نيويورك. خلال شغله بدأ يلاحظ إن في قضايا معينة ملهاش أي تفسير منطقي أو بشري. بدأ يدرس علم الشياطين وطرد الأرواح الشريرة، وبقى مساعد غير رسمي للكنيسة في التحقيق في الحالات دي. سارتشي بنفسه اللي الفيلم مبني على كتابه Beware the Night بيقول إنه شارك في أكتر من 20 جلسة طرد أرواح حقيقية وموثقة خلال مسيرته. هو ساب شغل الشرطة عشان يتفرغ بالكامل للقضية زي ما بيسميها، وهي محاربة الشر الخارق للطبيعة. الراجل ده حقيقي، وكتابه مليان قصص أبشع من اللي شفناها في الفيلم. في مقولة بتقول اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، بس في بيوت يا حضرات ماضيها هو اللي بيصنع حاضرها ومستقبلها المرعب. قصة أميتيفيل هي أشهر قصة بيت مسكون في أمريكا. الفيلم بيحكي عن عيلة لوتس اللي بيلاقوا بيت أحلامهم بسعر مغري جدا في لونج أيلاند. السبب في السعر ده إن قبلها بسنة
حصلت في البيت ده جريمة بشعة، شاب قتل عيلته كلها وهم نايمين. عائلة لودز بتقرر إنهم مش هيخلوا الماضي ده يأثر عليهم وبينقلوا للبيت، لكن بعد أيام قليلة بيبدأ الجحيم. أصوات، حشرات بتهاجم البيت، الأب شخصيته بتتغير وبيبقى عنيف، والبنت الصغيرة بتبدأ تكلم صديقة خيالية شيطانية اسمها جودي. الحقيقة إن عيلة لودز الحقيقية، جورج وكاثي وأولادهم الثلاثة، هربوا من البيت ده بعد 28 يوم بس، وسابوا وراهم كل حاجة. قالوا إنهم عاشوا رعب حقيقي، أبواب بتتخلع من مكانها، صلبان بتتقلب لوحدها، مادة لزجة خضراء بتنزل من الحيطان، وشافوا كيان شبه الخنزير بعيون حمراء متوهجة. القصة أثارت جدل كبير، ناس قالت إنهم كدابين وعملوا كده عشان الفلوس والشهرة، وناس تانية صدقتهم، خصوصاً إن المحققين إد ولورين وارن أكدوا وجود نشاط شيطاني قوي في البيت. اللي مفيش عليه خلاف إن قبلهم بسنة رونالد ديفيو جونيور قتل أبوه وأمه وإخواته الأربعة في نفس البيت ده بدم بارد. البيت لسه موجود والجدل حواليه لسه موجود. تخيل إنك عايش في ورشة بناء ما بتنتهيش، كل يوم العمال شغالين، دوشة ومطارق ومناشير، بس مش عشان يبنوا حاجة جديدة، لا، عشان يرضوا الأرواح. فيلم وينشستر بيحكي القصة الغريبة لسارة وينشستر، وريثة الثروة شركة وينشستر للأسلحة النارية. بعد وفاة زوجها وبنتها، سارة بقت مقتنعة إنها ملعونة ومطاردة من أرواح كل الناس اللي ماتوا ببنادق وينشستر. والسيطة الروحانية قالت لها إن الحل الوحيد عشان تهدي الأرواح دي وتعيش في سلام هو إنها تبني ليهم بيت، وتفضل تبني فيه ومتبطلش أبداً. دي مش قصة خيال يا جماعة، ده واقع. قصر وينشستر الغامض أو وينشستر ميستري هاوس موجود في سان خوسي، كاليفورنيا، وتقدر تزوره النهاردة. سارة وينشستر الحقيقية فضلت تبني في القصر ده لمدة 38 سنة متواصلة، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، من سنة 1886 لحد يوم وفاتها سنة 1922. النتيجة كانت متاهة معمارية مجنونة، 160 أوضة، سلالم بتودي للحوائط، أبواب بتفتح على الهواء في الدور الثاني، شبابيك في الأرض، وممرات سرية في كل مكان. هي كانت بتعتقد إن لو وقفت البنا، الأرواح الغاضبة هتقضي عليها. القصر ده شهادة حية على إزاي الحزن والشعور بالذنب ممكن يدفعوا إنسان للجنون، أو يمكن شهادة على إن الأرواح كانت بتكلمها بجد. ساعات بندور على المغامرة في أماكن غريبة، بنسافر عشان ننبسط ونغير جو، بس في أماكن لو رحتها مش هترجع. فيلم بوردرلاند بيحكي عن 3 شباب أمريكان بيروحوا مدينة حدودية في المكسيك عشان يحتفلوا قبل ما يدخلوا الجامعة، لكن واحد منهم بيختفي في ظروف غامضة. صحابه الاتنين بيبدأوا يدوروا عليه وبيكتشفوا الحقيقة المروعة. صاحبهم تم اختطافه من طائفة دموية بتقدم قرابين بشرية لآلهتها الشيطانية عشان ياخدوا قوة سحرية تحميهم من الشرطة. الرحلة اللي كانت المفروض تبقى رحلة متعة بتتحول لصراع مرعب من أجل البقاء. الفيلم ده مستوحى من قصة حقيقية بشعة لزعيم طائفة اسمه أدولفو كونستانزو. في الثمانينات كونستانزو كان زعيم طائفة بتمارس السحر الأسود اسمها لوس ناركو ساتانيكوس، يعني تجار المخدرات عبدة الشيطان. الطائفة دي كانت بتخطف وتقتل الناس في طقوس وحشية. كانوا بيغلوا أجزاء من أجساد ضحاياهم في مرجل كبير اسمه نجانجا عشان يعملوا تعاويذ تحمي عمليات تهريب المخدرات بتاعتهم. واحد من ضحاياهم كان طالب أمريكي اسمه مارك كايلروي، اللي قصته هي اللي فجرت القضية وكشفت جرائمهم للعالم. الحقيقة هنا بتقولنا إن أبشع وحش ممكن تقابله هو الإنسان. في نهاية حلقتنا النهاردة، وبعد ما شفنا القصص دي كلها، السؤال اللي بيطرح نفسه، هل إحنا بنتفرج على أفلام رعب ولا بنشوف شهادات من قلب الجحيم؟ اللي شفناه النهاردة مش أفلام وبس، دي شهادات حقيقية، قصص ناس عاشوا الرعب بإيديهم.
وكل بيت دمية أو صندوق فيهم لسه موجود. كل مكان من دول بيحمل ذكرى صرخة، ذكرى خوف، وذكرى نهاية مأساوية. السينما بتحاول تقرب لنا الصورة، لكنها عمرها ما هتقدر تنقل إحساس إنك تكون هناك في قلب العاصفة. الرعب الحقيقي يا جماعة مش في وحش خيالي بيطلع من تحت السرير. الرعب الحقيقي في بيت زي بيت أميتيفيل اللي لسه الناس بتخاف تعدي من جنبه بالليل. الرعب الحقيقي في دمية زي أنابيل قاعدة في صندوقها الزجاجي ومستنية حد يغلط ويفتح لها. الرعب الحقيقي في التسجيلات الصوتية لأناليس ميشيل اللي لو سمعتها صوتها هيفضل يطاردك. دي مش مجرد حكايات، دي جروح مفتوحة في ذاكرة الزمن بتفكرنا إن في شرور في عالمنا أكبر من استيعابنا. ولحد هنا بتخلص حكايتنا، لكن الرعب نفسه ما بيخلصش. فكر مرتين قبل ما تقول دي مجرد سينما، لأن الرعب الحقيقي ملوش سيناريو ولا نهاية. يمكن يكون جنبك دلوقتي في الأوضة اللي جنبك، أو حتى في الحاجة اللي اشتريتها وما تعرفش تاريخها إيه. تصبحوا على واقع يمكن يكون أخوف من أي حلم. أنا أحمد ضياء الدين، وأشوفكم في حكاية جديدة.